السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد من قناة أخبار النهاردة. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر القصص اللي شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، الفنانة هالة صدقي والمشاجرة الغريبة في الساحل الشمالي. اللي حصل فجأة بدون أي مقدمات قالب الدنيا وخلى اسم هالة صدقي يتصدر ترند على تويتر وإنستجرام وفيسبوك. طب إيه القصة؟ وإيه علاقة فنانة محترمة زي هالة صدقي بخناقة ساحلية؟ تابع معانا لآخر الفيديو عشان تعرف القصة بالكامل وتفاصيل خناقة الساحل. الحكاية بدأت لما ظهرت فيديوهات على السوشيال ميديا من أحد المنتجعات في الساحل الشمالي، واللي اتضح إن في مشادة كلامية جديدة حصلت بين هالة صدقي ومجموعة من الأشخاص. والمفاجأة، بعض الشهود قالوا إن الموضوع بدأ بسبب مشكلة في مكان الركن أو الموسيقى العالية، لكن اللي حصل بعد كده كان أغرب. ناس بدأت تصور وهالة صدقي كانت منفعلة جدا، وكان واضح إن في حد استفزها بشكل كبير، وده خلى المشهد ينتشر زي النار في الهشيم. في أقل من ساعة الفيديو بقى ترند على مواقع التواصل. الناس بدأت تتكلم: إيه اللي حصل؟ دي مش شخصية هالة صدقي اللي إحنا عارفينها. هل في حد اعتدى عليها؟ ولا هي اللي بدأت الخناقة؟ وظهر هاشتاج هالة صدقي في الساحل في ترندات تويتر في مصر، وابتدى كل موقع إخباري وفني يحاول يعرف التفاصيل. الموضوع مفضلش كتير من غير رد. هالة صدقي خرجت عن صمتها ونشرت فيديو على حسابها الرسمي، وقالت فيه: أنا اللي اتهجمت وكنت بدافع عن نفسي. في ناس بتحاول تتعدى على خصوصيتي، وده مش هسمح له بيه لا في الساحل ولا غيره. وقالت كمان إن الناس اللي صورت ونشرت بدون إذن تعدوا على خصوصيتها، وأكدت إنها هتاخد إجراءات قانونية ضد اللي تسببوا في انتشار الفيديو بشكل يسيء ليها. الجمهور انقسم زي ما دايما بيحصل في الترندات. فريق دعم هالة صدقي وقال: هي ست محترمة وده استفزاز واضح وموقفها طبيعي. وفريق تاني قال: الفنانين لازم يتحكموا في أعصابهم مهما حصل لأنهم قدوة للناس. لكن الأكيد إن المشهد كله كان أكبر من مجرد خناقة عادية. دي كانت لحظة خرجت فيها هالة صدقي عن المألوف، وظهرت فيها بشكل جديد على الناس، وده اللي خلى القصة تبقى ترند بكل المقاييس. في النهاية، الخناقة دي فتحت النقاش من تاني حوالين احترام الخصوصية، وإزاي أحياناً كاميرا موبايل ممكن تحط أي شخص تحت ضغط وترند وهو مش مستعد. هل تتفق مع هالة صدقي؟ ولا شايف إن التصرف كان ممكن يكون أهدى من كده؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات تحت. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان نكمل نغطي معاكم أهم وأغرب ترندات النجوم.